السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا داليا، وكمان معايا أم داليا. يوم من أيام رمضان، طبعًا بقى إحنا زهقنا من كتر الأكل الكتير بقى والبط واللحمة والكلام ده كله، هنلِم بقى بواقي التلاجة النهارده، وكمان ماما تستغل التفريزات اللي هي عملتها، هنعمل مع بعض كده نوعين من المكرونة البشاميل كده، واحدة الاسباجيتي وواحدة البنة، وهنعملها بطريقتين كل واحد يعمل بطريقته وكل واحد يعمل بطريقة مختلفة، وهنوريكم شكلين كده تقدروا تستخدموهم، تقدروا تعملوا صنف واحد بس منهم وتجربوهم والحكم ليكم انتم طبعًا. هنسمي الله كده. السلام عليكم. معانا كده نص كيلو من المكرونة أو كيس مكرونة ومعلقتين كبار من الدقيق. طبعا دي اللحمة اللي أنا مفرزاها، ومعانا حوالي 3 كوبايات من اللبن. عندي هنا بقى أنا المكونات بتاعتي، عندي بواقي الفراخ اللي كنا مستخدمينها في الفيديو بتاع البيتزا، وكمان ضِفت لها كمان كام واحدة كده من المشروم، وقرن فلفل كده قطّعته، ومعانا اللبن بتاعنا على قد ما هناخد هنقول لكم كل حاجة في وقتها، ومكرونة سباكيتي كيس واحد بس 500 جرام. أنا كده نزلت أنا معايا الطاسة على النار، نزلت معلقتين دقيق وهحمرهم بدون أي مادة دهنية. أنا عايزة بشاميل بدون أي مادة دهنية خالص، هحمره على نار هادية خالص، أقل من المتوسط بكتير. أنا معايا طبعا الحلة، نزلت بالمكرونة بعد ما المية غليت، بس أنا كنت نسيت أضيف الملح، فإيه ضفت عليها الملح وسبتها لحد ما تستوي. سبتها لمدة 5 دقايق وهنزلها على طول. وانا طبعا ببص على الدقيق اول على طول كده اول باول عشان ما تنسيش، لانه طبعا يعني لو اي سهوة بعيد عنه هينحرق منك، فلازم ان تكون ايدك فيها على طول. أنا بقى حطيت المَيّة بتاعتي وهاملّحها، هاحط عليها معلقة ونُص من الملح، وماما كمان بتقلّب الدقيق معاكم أهي. انا بقلبه طبعا هياخد حوالي اكتر، يعني نقول 10 دقايق يعني اقل حاجة 10 دقايق. بس لانك بتحمريه انا عايزة بس اشم الريحة، انا مش عايزة لونه يتغير، لان لو اللون اتغير فهيبقى ايه غامق معاكي. هيغمّق البشاميل معانا وهيدّي فانا كمان طعم مش لطيف. فأنا بس يا دوبك تشم الريحة كده، أنا بس هارفعه كده باشم الريحة، لقيت إيه الريحة خلاص كده استوى. بعد ما يستوي هانزّله معاكم وهاكمّل معاكم البشاميل. أول بقى ما المَيّة بتاعتي غليت، أنا كسرت المكرونة الاسباجيتي، تقدري تعمليها بطولها، بس أنا صراحة باحب أكسرها نُصّين، بتبقى أحلى. هتاخد معايا على النار من 5 ل6 دقايق بس بالكتير وهاخرّجها، علشان هي كده لسه هتدخل الفرن، فهتاخد معايا تسوية كمان. طبعًا والدقيق ما إيه قلنا على طول تقلّبيه كده استوى، أنا نزّلته ومعايا الحلة جبتها على النار وهي ساقعة لسه، ونزلت باللبن ساقع برضه، ونزلت عليه بالدقيق على الدقيق سخن لسه، فباقلّبه على طول كده بالمضرب. لازم يكون على طول كده عشان إيه ما يكلكعش منِّك وفي إيه يكون ما يبقاش حلو. فأنا إيه بالمضرب كده على طول باقلّبه وهو ساقع. طبعًا أنا مولعة عليه النار بس إيه مهدية عليه خالص، وبعدين نقلّب فيه لحديت ما يبدأ إيه يتقل كده ويخش معايا. أنا معايا طبعًا كمان كوباية مَيّة من سلق المكرونة هنضيفها على اللبن. دي طبعًا لبن فلاحي وبخيره كلّه، فمش محتاج أي إيه إضافات تانية، لإن فيه القشطة بتاعته وإيه وتكون كل حاجة مضبوطة معاه. نزلت كده بالكوباية المَيّة سلق المكرونة، وبعدين نقلّب كده لحديت إيه ما يتقل. طبعًا ما ت إيه إيدِك ما تنشلش منه خالص، لإنِّك لو شلتيها بتكلكع معاكِ وما يبقاش حلو. هانزل كده عليه باملّحه، ونزلت بملح وفلفل أسمر، وهاقلّبه كده لحديت ما يبقى القوام معانا مضبوط. أنا هاورّيه معاكم القوام بتاعكم اللي أنا عاملاه بيه وهتشوفيه. طبعًا كده خلاص استوى. طبعًا القوام ده أنا عايزة القوام المضبوط ده. كده نزّلته من على سِبته يبرد. هنا بقى هنا هاعمل البشاميل بتاعي، حطيت معلقتين كده من السمنة، معلقتين صغيرين كده من السمنة أو معلقة كبيرة محترمة كده، وكمان معلقتين من الزيت، وهنحط كده في الطاسة التانية معلقة صغيرة كده من الزيت عشان نقلب المكونات بتاعتنا. طبعًا هي كده كل حاجة مستوية ومتملحة معانا، أنا مش هاضيف لها أي إضافات تانية ولا ملح ولا أي حاجة خالص، هي الفراخ بتاعتي متبهرة كفاية. هانزل عليها بقى معاها بالمشروم والفلفل بتاعي وتقلبتين 2 بس وتبقى كل حاجة تمام. هنا يا دوب بس السمنة والزيت يسخنوا كويس. عفوًا، هانزل عليهم بقى ب3 معالق من الدقيق، 3 معالق محترمين كده، وهنقلّب كل حاجة لعند ما الزيت أو المواد الدهنية عمومًا والدقيق يمتزجوا مع بعض كويس، وهابتدي أشم ريحة الدقيق بتاعي إن هو يستوي، ما يبقاش لسه ني علشان ما يبقاش حاجة مفرولة في بُقّي وأنا باكل البشاميل بتاعي. هانزل هنا عندي دي كوباية كبيرة من اللبن، اللبن ده كامل الدسم بخيره فلاحي محترم كده، ما هواش اللبن المُعلّب اللي يعني الطعم كده يعني تحس إنه صايص شوية، ده اللبن الفلاحي على أساسه. هنقلّب كده بقى المكونات بتاعتي على ما يكون الدقيق بتاعنا استوى، هو هياخد معايا من 3 ل4 دقايق بالكتير وهتبقى كل حاجة جاهزة. أنا عايزة يا دوب بس اللون يبتدي يبقى بيج كده عفوًا أو off white، مش عايزاه يغمق معايا علشان ما يغمقليش البشاميل بتاعي ويبقى لونه وشكله وطعمه مش أحسن حاجة.
هنا خلاص أنا مكوناتي كده خلاص تقلبتين، يا دوب بس المشروم بتاعي يدبل حاجة بسيطة، وهارفعه كده على طول من النار، والدقيق بتاعي خلاص أنا برضه عيني عليه وإيدي فيه على طول عشان ما يتحرقش مني، وما اسهاش عليه. وهانزل باللبن بتاعي بقى، اللبن بتاعي ساقع والرو بتاعي أو اللي هو ميكس الدقيق المواد الدهنية. على فكرة المادة الدهنية تقدري كمان تستخدمي زبدة أو زيت بس أو سمنة بس، اللي يريحك أو اللي أنتِ بتحبيه أو تفضّليه تقدري تستخدميه عادي ما فيش أي مشكلة. النار بتاعتي على البشاميل هادية، مش عايزاها تكون عالية علشان ما تحرقوش مني، هو ده اللون والشكل المضبوط اللي أنا عايزاه. هانزل بقى بالدقيق بتاعي بالتدريج، وخلّوا بالكم كده بس علشان ما تتلسعوش. طرطشنا كده طبعًا برّه، وده الخطوة دي أساسية طبعًا في كل المرات اللي بنعمل بيها. وكمان هاضيف كده كوباية من المَيّة سلق المكرونة، ونراعي وإحنا بنملّح البشاميل بتاعنا علشان الملح بتاعنا ما يزيدش، علشان إحنا برضه لسه هنضيف إضافات تانية. هاضيف كمان معاكم جبن، وهاضيف ربع مكعب من مرقة الدجاج، تقدري تستغنوا عنه لو ما بتحبوهوش. هاضيف بس ربع معلقة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من الملح. ولو عندِك فلفل أبيض تقدري تستخدميه ما فيش أي مشكلة، وهيبقى طبعًا شكله أحلى علشان ما يبقاش فيه أي حبيبات غامقة في البشاميل بتاعنا. طبعًا عندي دي جبنة موتزاريلا أصابع كانت موجودة، فهاحطها معاها، وكمان عندي شوية كده من الجبنة الموتزاريلا العادية، هاقطعهم كده كلّهم في البشاميل بتاعي وأقلّبهم، والبشاميل بتاعي سخن وأنا مهدية النار زي ما قُلت لكم، لحد ما الجبن بتاعتي تسيح. وطبعًا علشان التقليب ده هياخد معانا وقت، فهيختلف معانا قوام البشاميل، إحنا عايزينه قوام سايل، فهاضيف كمان شوية لبن في الآخر، هاوريه لكم وإحنا بنضيفه، هنا أهو، كده تمام. أول ما الجبن بتاعتي ابتدت تسيح، هانزل على طول باللبن ده في الآخر بالتدريج علشان قوام البشاميل بتاعي ما يختلفش. وهانزل كمان مثلث من جبنة، لو عندِك جبنة كيري اللي هي العلب تقدري تضيفي معلقة منها، وده ربع مكعب بس من ورقة الدجاج تقدري تستغني عنها. لو ما بتحبوهوش يعني، تقدري تضيفي كريمة أو قشطة لو عندِك تقدري تستخدميها، بس زي ما قُلت لكم أنا مستخدمة لبن فلاحي فبخير صراحة وقوامه كان حلو، ده القوام بتاع البشاميل بتاعي. وأمي سرقت مني شوية على فكرة، يعني مش هو دي كل الكمية اللي أنا هاستخدمها، سرقت مني تقريبًا نُص كوباية أو أكتر. هنا بقى الحاجة هتكمل معاكم. طبعًا أنا خلّصت كده البشاميل اللي برد لازم تسيبيه يبرد عشان إيه، أنا هانزل عليه بالبيض. طبعًا أنا باشيل المادة الدهنية وباضيف إيه، البيض عشان يدّيني إيه، قيمة غذائية. أنا نزلت كده ببيضة وقلّبتها، وخدت كده معلقتين من البشاميل وباقلّبه كده عشان بس المكرونة تتماسك مع بعضها وتكون جاهزة معايا. بعد كده هاحضّر الصينية اللي أنا هاعمل فيها، أنا هاعملها طبقتين طبعًا، مش هاعملها طبقة واحدة. فأنا قلّبت كده المكرونة بالبشاميل، طبعًا معايا الصينية دي وإيه، دهنتها زيت كده حلو بالإحراف، لازم تكوني دهناها إيه، حلو يعني بالفرشة كده وإيه، تقلبيها أنا باقلّبها كده بالراحة لحد إيه، الزيت ما يمسك فيها كلّها أو يدهن الصينية كلّها. نزلت كده بنُص البشاميل أو ربع تِلت البشاميل كده في قعر الصينية، وبعد كده هانزل بنُص المكرونة أو نُص الكمية، هافردها وتفرديها حلو كده وتكون إيه، جاهزة معانا. بعد كده أنا معايا اللحمة طبعًا اللي مجهزاها، هانزل كده بطبقة لحمة، ممكن تستغني عن اللحمة وتضيفي فراخ أو تضيفي أي حاجة تانية، الحشو ده يرجع ليكِ، بس طبعًا أنا باحب أعملها باللحمة المفرومة وتكون جاهزة معايا. ضيفي كمية حلوة كده، أنا مش عايزة بس اللحمة تطلع على الحرف عشان إيه، ما تتحرقش. نزلت بباقي كمية المكرونة وهافردها برضه معانا كده، وهانزل بنُص كمية البشاميل الباقية وأقلبها كده وأفردها معانا كده وإيه، وتكون جاهزة. باقي الكمية هانزل عليه كمان البيضاية وهاقلّبه معايا إيه، لحد ما أدمجه معايا ويكون جاهز. أنا عايزة بس إيه، يكون الوش واخد معانا كده لون. ده البشاميل بتاعي اللي اتسرق مني، ولقيت البشاميل بتاعه قليل في الآخر، أدي الأمهات واللي بناخده منهم. قلّبت كده البيض إيه، ونزلت على وش الصينية كده وإيه، يكون كده معايا كده جاهزة. أنا مولعة الفرن ومجهزاه ومسخن معايا، وهادخّلها الفرن، هتاخد حوالي نُص ساعة. مشغّلين الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس، وآخر 10 دقايق هنشغّل أنا الشواية دخّلتها في علشان تاخد الفرن لون. وخدي طبعًا معاكم دليل. هنا بقى أنا نزلت بنُص كمية البشاميل بتاعي، وهانزل بالمكرونة بتاعتي، تقدروا تقللوا كمية المكرونة أو لو أنتم حابين المكرونة تكون طبقتين. أنا صراحة لإن الحشو بتاعي ما كانش كتير، أنا زي ما قُلت لكم استخدمت بواقي التلاجة علشان إيه، أنا ما باحبش حاجات تتركن عندي كتير، فاستخدمت البواقي فعملتها كده طبقة واحدة سريعة. تقدري كمان تصغّري الصينية لو أنتِ عايزة تعمليها طبقتين، وتقدري كمان تقللي كمية المكرونة علشان تكافئ كمية الحشو اللي أنتِ حاطاها. وهانزل كمان كده بشوية من البشاميل، عايزة المكرونة بتاعتي تتغرق من صوص البشاميل بتاعي علشان لمّا آجي آكلها كده يبقى
juicy كده وطعمها حلو وكمان غنية. هانزل كده بالحشو بتاعي، هو الحشو بتاعي مش أكتر حاجة بس حلو يعني مكفّي مأدّي الغرض. هافرده كده في الصينية كويس وهانزل بباقي كمية البشاميل اللي هي قليلة طبعًا، معلش اعذروني بقى هتقولوا عليَّ بخيلة والّا حاجة بس والله اتسرق مني غصبٍ عني. هانزل كده بقى بالبشاميل وعلشان طبعًا أعوّض إن البشاميل بتاعي مش كتير ومش كفاية مش مغطّي المكرونة بشكل كافي، هانزل كده بكمية محترمة بقى من الجبنة الموتزاريلا. طبعًا هتعملي بشاميل بالجبن، أنهو دهون هتكون في الجسم؟ دهون إيه بس، هو إحنا بناكل المكرونة بشاميل كل يوم؟ لا، ما أنتِ بتبقى فيها كميات كبيرة، فأنا لازم تقللي شوية. هنضيف كده بقى الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا، طبعًا لازم تكون الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا من النوعيات الكويسة اللي بتسيح كده علشان تغطّي، هتشوفوها في الآخر بعد ما تسيح صراحة شكلها كان حلو أوي. نوع الجبنة دي حلو جدًا، حاولوا تختاروا نوع يكون كويس وطعمه غني. هندخّلها بقى الفرن مع الصينية التانية وهتاخد 25 دقيقة لإن بتاعتي طبقة واحدة بس رقيقة يعني مش سميكة ولا حاجة، وهنخرّجهم مع بعض. ده شكلهم بقى بعد ما خرجوا من الفرن، طبعًا شايفين الجبنة عاملة إزاي، بس صراحة للأمانة البشاميل العادي من غير الدهون ومن غير أي حاجة خالص أحلى وأحلى. لأن ده الأساس اللي إحنا اتربينا عليه، حاجة ما هياش دسمة وفي نفس الوقت طعمها حلو، نعم. والقيمة الغذائية بتاعتها حلوة كمان، لأن إحنا حاطين فيها بيض ومش حاطين دهون كتير، وإحنا طبعًا مش محتاجين دهون، بس دي برضه طعمها حلو ما هياش وحشة ولا حاجة، بس تبقى الأساس اللي هي أساس اللي إحنا اتربينا عليها. طبعًا قدّمناها لو ديكِ ما طبعًا كانت حلوة الصينية التانية والكل حبّاها برضه، بس طبعًا دي نوع ودي نوع، وإحنا حبينا نعمل معاكم النوعين ونقدّمهم معاكم، وأنتم طبعًا تقيّموا وتختاروا النوع اللي أنتم تحبوه وتتقبلوه. طبعًا هنقطع التانية هي لسه سخنة جدًا، بس ما شاء الله طالعة قطعة كاملة مش مفرولة ولا مهرية ولا كل حتة كده ولا كل مكرونية لوحدها، علشان إحنا مضبّطين كمية البشاميل بتاعها ومغطيينها كويس بالبشاميل. كنت معاكم داليا ومداليا، مع السلامة.